السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم الإخوان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا على حارس المرمى ديال المنتخب الوطني وكذلك ديال إشبيلية اللي هو ياسين بونو. إخوان، كيف ما كنشوفوا دابا ياسين بونو راه في واحد الأزمة اللي الصراحة راه كارثية، مصيبة بمعنى الكلمة. كنشوفوا اللاعبة الإخوان، فريق إشبيلية عندهم دفاع كارثي. في المنتخب الوطني كيف ما كتشوفوا عندنا دفاع في المستوى، فرا الدفاع راه كيلعب دور كبير. كذلك كيعاون حارس المرمى. كارثه بمعنى الكلمه. كنشوفوا حنايا الدفاع ديال اشبيليه ما مخليش ياسين بونو يتالق. لاش؟ لان كيف ما كنشوفوا الحارس راه الا جا الا جيتي تشوف الحارس راه سحاب لك نتايا افضل حارس في العالم، صافي راه اي كره جاتو راه غيبقى. راه الاخوان لما كانش الدفاع في المستوى راه دائما الحارس غيكون في المستوى الكارثي. فهاد الشيء الاخوان راه ماشي معقول، وهذا الشيء راه لا يعقل. كنشوفوا انا في اي مباراه دابا كيلعبها مع اشبيليه كيتسجل عليه هدف. دابا هادشي علاش هاد المدرب هذا اللي جا ما بقاش كيعتمد عليه اليوم، قال غيعتمد عليه في الدوري الاوروبي، زعما يعطيه فرصه. فاحنا شفنا يلا على الدخله عطاوهم البيت. فراه هادشي كارثه الصراحه. نتمناو يشوف شي فريق اخر في اقرب وقت، لان بزاف ديال الفرق راه هما طالبين ياسين بونو، بحال ارسنال، مانشستر يونايتد، كذلك بعض الفرق طالبين هذا اللاعب هذا. اللهم يمشي يتالق في شي فريق اخر احسن له. لاش؟ لان اشبيليه راه كارثه بمعنى الكلمه، بالخصوص في الدفاع. راه يوسف نصيري المغربي اللي كنا حنايا كنلومو ونسبو ونعايرو وكنتقدو وكنعطيوه شي كلمات اللي غير لائقه بكره القدم وخارج النطاق بصفه عامه. فالاخوان راه هو اللي صبنا هاز داك الفرقه اللي هي اشبيليه. واشبيليه عاد ولات دابا عطيه واحد القيمه كبيره، ولات رجعته هو النجم ديال الفرقه. ان الاخوان راه كارثه هذا العام. اشبيليه راه صراحه مهدده الخطر. حنا ماشي سوقنا في داك الفريق، ولكن كيهمنا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي والمستقبل ديال المنتخب بصفه عامه، لان كيبقاو فينا حنا اللاعبين. بالخصوص الحارس المرمى اللي هو ياسين بونو، راه الصراحه هادشي الاخوان راه لا يعقل. كنشوفوا حنايا الدفاع مقتول، لا مقتول بزاف. حتى كان دابا غير الدفاع نقولوا المهم ما بيش، لكن الاخوان راه هادشي راه بزاف. ف الفريق اللي حاط العين على اللاعب ياسين بونو هي ارسنال ومانشستر يونايتد اللي تواجه معها اليوم. فهاد جوج الفرق هما اللي حاطين عليه العين. فنتمناو خير لهذا اللاعب هذا، ونتمناو يزيد يتالق، ولان راه مازال عنده فرصه. راه مصيبه الا مشى هذا اللاعب هذا بقى على هذا المستوى هذا، القيمه السوقيه ديالو غادي تهود. فهذه اول حاجه. ثاني حاجه، المدربين ما غيبقاوش يعتمدوا عليه. اما بالنسبه لوليد الكراكي راه كتشوفوا اللاعب ما كيبغي يحطم حتى شي لاعب، كلشي كيعطيه فرصه. الصراحه اخوان راه هادشي راه بزاف. حنايا باغيين هاد اللاعب هذا يجي شي فريق اللي يقدر يكون فيه نقولوا دفاع في المستوى ولاعبين اللي يقدروا يعاونوا ياسين بونو. فالدفاع راه كيلعب دور كبير. علاش الموسم اللي فات كان في المستوى؟ علاش في المنتخب الوطني المغربي كيكون في المستوى؟ حتى دابا اللاعب كيتحطم، نفسيته كتحطم ملي كيشوف واحد اخر كينتقدوه وكيسبوه. كاين بعض الناس كيزيدوا يشجعوا راسهم وداك الانتقاد كيكون في مصلحه ديالهم. لكن ياسين بونو عنده مستوى عالي، ماشي داك نقولوا بحال لاعب نقولوا حارس ناقص وكينتقدوا الناس وخصو يزيد يعطي المزيد. لا، ياسين بونو في المستوى، رغم غيسمع الانتقاد غيتحرج بزاف، لان المشكله ماشي منه، المشكله من اشبيليه، من النادي بصفه عامه اللي حاط الدفاع مشلل. فهذا هو المشكل الاخوان. نتمنوا خير لهذا اللاعب. فهادشي اللي كاين الاخوان على ياسين بونو. فتحياتي لكم، نتلاقاو الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.